السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. مرحبا أيها الأعزاء، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. مرحبا بكم في الدرس الثاني، وسيكون قراءة كلمات الجميلة. عنوان الدرس كلمات الجميلة في مدرسة الأمل. اسم المدرسة مدرسة الأمل. هناك كلمات جميلة نقولها ونسمعها كل صباح. ما هي؟ تعالوا أبنائي الأعزاء نقرأ الدرس ونتعرف على هذه الكلمات إن شاء الله في مدرسة الأمل. كما تعلمون أبنائي، هذا الولد الذي يجلس على الكرسي اسمه يوسف، وهو من ذوي الإرادة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، لا يستطيع المشي على قدميه. فطبعا أبنائي تعالوا نشوف أهداف الدرس، وإن احنا نستطيع أن نقرأ قراءة سليمة، وإن احنا نتعلم كيف نعبر شفويا، وكيف نعبر بجمل وكلمات مفيدة طيبة، ونجيب عن الأسئلة، ونحلل الكلمات المألوفة. وفي نهاية الدرس يجب علينا أبنائي الأعزاء إن احنا نتعرف على عناصر ووصف الصور. تعالوا أبنائي الأعزاء ندخل في الدرس كلماتي الجميلة. كلماتي الجميلة. حضرت ليلى اليوم وهي تحمل حقيبتها. حضرت ليلى اليوم وهي تحمل حقيبتها. قالت سلمى: حقيبتك جميلة يا ليلى. حقيبتك جميلة يا ليلى. ابتسمت ليلى وقالت: شكرا يا سلمى. شكرا يا سلمى. شكرا يا سلمى. في أثناء الحصة سقط قلم يوسف، فقالت له ليلى: هل تريد أن أحضره لك؟ هل تريد أن أحضره لك؟ هل تريد أن أحضره لك؟ قال يوسف: نعم. فأخذت ليلى القلم وأعطته له. وأعطته له. قال يوسف: شكرا لك. قال يوسف: شكرا لك. قال يوسف: شكرا لك. ماذا حدث بعد ذلك أبنائي الأعزاء؟ كما ترون في الصورة أبنائي، يوسف يجلس على كرسي متحرك لأنه لا يستطيع المشي. ساعدته هذه الفتاة الطيبة وأعطته القلم، وهذا فعل جميل وطيب. تعالوا نشوف المعلمة. ابتسمت المعلمة وقالت للتلاميذ: ما أجمل كلماتكم. ما أجمل كلماتكم. أشكر أمهاتكم وآباءكم لأنهم علموكم كلمات جميلة مثل شكرا، آسف، ملابسك جميلة، من فضلك. هذه الكلمات تسعد القلوب وتزين الكلام. وأنتم يا أبنائي ويا بناتي، هل تستخدمون هذه الكلمات الجميلة في يومكم؟ وأنتم يا أبنائي ويا بناتي، هل تستخدمون هذه الكلمات الجميلة في يومكم؟ هكذا أبنائي الأعزاء قرأنا عليكم هذا الدرس الطيب. فعليكم أبنائي أن تعيدوا الدرس مرة واثنين وثلاثة حتى تستطيعون القراءة بطريقة صحيحة. شكرا، من فضلك، آسف. هذه الكلمات الطيبة أبنائي التي توضحها المعلمة للتلاميذ. وأن نستخدم هذه الكلمات عندما يقدم لنا أحدهم معروفا نقول له شكرا. عندما يسعدنا الآخرين نقول له شكرا. عندما يساعدون في شيء نقول لهم شكرا. إذا أردت شيئا من صديقك أو المعلمة أو المعلم تقول له من فضلك. وهكذا أبنائي الأعزاء يكون طبعا تكون هذه الكلمات لها أثر طيب. إذا فعلت شيئا لا يرضي الآخرين أو يغضب الآخرين أو يحزن الآخرين، عليك أن تتأسف وتقول أنا آسف. المفردات الجديدة أبنائي: حقيبة. الحقيبة أبنائي هي عبارة عن شيء يوضع فيه الكتب والأقلام
وجمعها حقائب. حقيبة جمعها حقائب. جميلة. جميلة أبنائي اللي هو الشيء الحلو الحسن، ومضاد كلمة جميلة قبيحة. تسعد بمعنى تفرح، والمضاد تحزن. تزين بمعنى تجمل. التلاميذ المفرد التلميذ. هكذا أبنائي الأعزاء استفدنا من الكلمات. عليكم أن تحفظوا هذه الكلمات أبنائي الأعزاء ومعانيها. تعالوا بعد كده يا أبنائي هيا نتعلم كلمات جديدة. هيا نتعلم كلمات جديدة. نشاط رقم 1: أصل كل جملة بالصورة المناسبة. أصل كل جملة بالصورة المناسبة. تعالوا أبنائي نقوم بالتوصيل. طيب تعالوا نشوف أبنائي نقرأ ونقوم بالتوصيل. حقيبتك جميلة. نقوم بتوصيلها بهذا الولد وصديقه، يقول له حقيبتك جميلة يا صديقي. تزين أختي الحجرة. تعالوا أبنائي نقوم بالتوصيل. هنا تزين أختي الحجرة هكذا. أما أبنائي آخر حاجة عندي فهي طبعا أخذت البنت الطبق. طبعا أخذت الطبق من مين؟ من أبيها. أخذت البنت الطبق. أخذت البنت الطبق. هكذا أبنائي الأعزاء، وعبر عن كل جملة بالصورة المناسبة لها. نشاط رقم 2: أكمل الجمل الآتية حسب المطلوب. أكمل الجمل الآتية حسب المطلوب. ألف: نقط يعملون بنشاط. عايزين جمع كلمة التلميذ، يعني ما ينفعش نجيب التلميذ ونحطه هنا. أيوة ما ينفعش. يعملون يبقى لازم نجيب جمع كلمة التلميذ. هيا أبنائي الأعزاء نجيب جمع كلمة التلميذ. جمع كلمة التلميذ يا أبنائي الأعزاء ستكون، هيا أبنائي نكتبها: التلاميذ. التلاميذ علشان أبنائي الأعزاء تكون بالتشكيل لأنها مبتدأ، والمبتدأ يرفع بالضمة الظاهرة. التلاميذ يعملون بنشاط. أحسنتم أيها الأعزاء. طيب رقم باء: منظر الحديقة نقط. عايزين مضاد كلمة قبيح. مضاد كلمة قبيح. أحسنتم أبنائي الأعزاء. منظر الحديقة جميل. جميل. نكتب يا ابنائي كلمة ايه؟ كلمة جميل. اشتريت نقط جديدة. مفرد حقائب. مفرد حقائب يا ابنائي هتكون ايه؟ حقيبة. مفرد حقائب هتكون ايه؟ حقيبة. تعالوا هنا يا ابنائي نكتب كلمة ايه؟ حقيبة. اشتريت حقيبة. اشتريت حقيبة. معذرة أبنائي. تعالوا نكتب كلمة حقيبة مرة ثانية. حقيبة. اشتريت أنا حقيبة لأن مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. اشتريت حقيبة جديدة. هكذا أبنائي نكتبها. كده أبنائي نكون انتهينا من هذا النشاط. نشاط رقم 3: أكون من الحروف الآتية. أكون من الحروف الآتية طبعا كلمات. طيب كاف ميم لام تاء ألف قاف. هنا نشوف الربوط هيساعدني يقول لي إيه؟ انتبه، يمكنك أن تستخدم الحرف أكثر من مرة. يعني ممكن نستخدم الحرف أكثر من مرة، ممكن يكون مكرر في الكلمة مرتين. تعالوا أبنائي نشوف. بيقول لي كاف ميم لام تاء ألف قاف. عايزين نجيب مفرد أقلام. هنكتب يا أبنائي الأعزاء طبعا مفرد أقلام هيكون إيه؟ نخليها بحجم كبير. هنقول قلم. مفرد أقلام قلم. طب تعالوا أبنائي بعد كده نجيب جمع كلمة. طبعا أبنائي تعالوا نشوف. قاف موجودة واللام والميم، كده جبناهم أبنائي الأعزاء الثلاثة هماتي: القاف واللام والميم موجودين في الكلمات. طيب بعد كده يا ابنائي جمع كلمة طبعا هتبقى ايه؟ كلمات. كلمات. كلمات.
تعالوا يا ابنائي نكتب كلمة ايه؟ كلمات. كلمات. كلمات جمع كلمة. كلمات. كلمات. تعالوا يا ابنائي نشوف. ادي الكاف، وادي اللام، وادي الميم، وادي الالف، وادي التاء. كلمات. كتبت كلمة ايه؟ كلمات. بعد ذلك هيا نفهم ونناقش. هيا نفهم ونناقش. تعالوا يا ابنائي الاعزاء في نشاط رقم 1 نشوف كده. نشاط رقم 1 بيقول لي ألف: جاءت نقط إلى المدرسة بحقيبتها الجميلة، المعلمة ولا ليلى ولا سلمى؟ هيا يا ابنائي نختار الاختيار الصحيح. من التي أتت إلى المدرسة بحقيبتها الجميلة؟ جاءت نقط إلى المدرسة بحقيبتها الجميلة. طبعا مين يا أبنائي؟ ليلى. مين اللي جت؟ ليلى. وسلمى قالت لها حقيبتك جميلة يا ليلى. بعد كده يا أبنائي رقم باء: الكلمات الطيبة تسعد، الأشجار ولا القلوب ولا الزهور؟ طبعا تسعد القلوب. رقم جيم: استخدم التلاميذ الكلمات القصيرة ولا الجميلة ولا الغريبة؟ طبعا الكلمات الجميلة. الكلمات الجميلة. نختار أبناء الأعزاء الكلمات إيه؟ الجميلة. هكذا أبناء الأعزاء. تعالوا أبناء الأعزاء، أنا أستطيع، يعني هذه الأفعال تستطيع أن تفعلها إن شاء الله في الفصل أو في البيت. نشاط 2: أصل بالكلمة التي أقولها في كل موقف. 3 مواقف أبناء الأعزاء. الموقف الأول: أسقطت حقيبة زميلتي على الأرض دون أن أقصد. البنت بتقول أسقطت حقيبة زميلتي على الأرض دون أن أقصد كما تعلمناها من الدرس أبناء الأعزاء. يبقى الإجابة الصحيحة هتكون إيه؟ أقول لها آسف. آسف. طيب بعد كده أبناء الأعزاء الموقف الثاني: أعطاني زميلي هدية في عيد ميلادي. عندما يعطيني أحدهم هدية أقول له شكرا. أقول له شكرا. طيب الموقف رقم 3: وقفت عند الباب وزميلي يريد أن يدخل. طبعا أقول له تفضل. 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 كده يا أبنائي يكون انتهيت من حل هذا النشاط. هنا يا أبنائي بيقول لي نشاط رقم 3: أرسم شعور سلمى وليلى في القصة. طبعا أبنائي هنا هذا الروبوت بيقول لي كيف تحدد مشاعر الشخصيات، أفكر في المواقف، أنظر إلى تعبير الوجه. التعبير الأول يا أبنائي هو الأحسن طبعا، اللي هو دواتي اللي يدل على الابتسامة والفرح والسرور. فطبعا أبنائي الأعزاء نرسم إيه؟ علامة كده مائلة إلى أعلى مثل المبتسم، هذا يدل على الشعور الطيب. أما ده طبعا أبنائي مكشر وده غضبان، فبلاش منهم دول. المهم عندما طبعا أكون سعيد مع الآخرين أختار الإيه؟ الوجه الأول الذي يدل على الفرح والسرور. الفرح والسرور. تعالوا يا أبنائي في نشاط رقم 4 بيقول لي أختار وأكمل شجرة الكلمات الجميلة ثم أشاركها مع أصدقائي. الأول يا أبنائي نختار الكلمات الجميلة ونضعها هنا في شجرة التفاح، ثم بعد ذلك يا أبنائي علينا بعد ذلك أن نستخدمها في الفصل مع زملائنا وزميلاتنا ومعلمنا ومعلمتنا. أول كلمة يا أبنائي عندي تفضل. طبعا يا أبنائي كلمة جميلة ويجب علينا نستخدمها. تفضل. تاني كلمة يا ابنائي أحسنت. كلمة جميلة أستخدمها أيضا وأحطها على تفاحة من التفاح. أنا غاضب منك. طبعا دي يا ابنائي لا أستخدمها. أنا غاضب منك، أنا حزين منك، أنا طبعا لا أسامحك. كل هذا يا ابنائي لا تصلح في شجرة الكلمات الجميلة. بعد كده أعتذر عندما تفعل شيء خارج عن إرادتك وخطأ فتعتذر إلى الآخرين، هذا كلمة جميلة يا أبنائي. كلمة أعتذر كلمة جميلة جدا يجب استخدمها عند موقفنا أبنائي الأعزاء، فجل من لا يسوى سبحانه وتعالى. بعد كده مرحبا يا أبنائي عند السلام، عندما أقابل صديقي في المدرسة أقول له مرحبا، كلمة جميلة. يومك سعيد استخدمها يا أبنائي مع طبعا زملائي وزميلاتي في المدرسة ومعلمي ومعلمتي. شكرا عند تقديم الشكر للآخرين. لن أسامحك. طبعا أبنائي لا أستخدم هذه الكلمة. لا أستخدم هذه الكلمة. إذن أبنائي عندي كلمتين إيه لا أستخدمهم أبدا: أنا غاضب منك، وكلمة إيه؟ لن أسامحك. لا أستخدم هاتين الكلمتين، والباقي كله أستخدمه لأنه كلمات جميلة. نشاط رقم 5: ماذا أقول في المواقف التالية؟ ألف: زميلي يلبس قميصا جديدا أقول له ما أجمل قميصك يا صديقي. ما أجمل قميصك. ما أجمل قميصك.
رقم ب الموقف الثاني، أمي طبخت لي طعاما لذيذا، أقول لها طبعا ما ينفعش أقول لأمي شكرا، أقول لها طبعا كلمة جميلة، ما أجمل طعامك يا أمي، وممكن أقول لها شكرا برضو، بس أحسن حاجة بدل شكرا أقول لها ما أجمل طعامك يا أمي. وفي واحد تاني يقول ممكن أكتب شكرا يا أستاذ، أقول شكرا ممتازة جميلة. طيب سقط مني الكوب على أدوات أخي، أقول له طبعا أقول له أنا آسف، أنا آسف. طيب أمي طبخت لي طعاما، في بعض الأولاد بيقول أنا عايز أشكر أمي وأقول لها مثلا شكرا، اكتب عادي إجابة صحيحة كلمة إيه؟ شكرا. كلمة إيه؟ شكرا برضو إجابة صحيحة. شكرا يا أمي اللي هيكتب دياتي صحيحة برضو، شكرا يا أمي اللي هيكتبها برضو صحيحة. ما أجمل طعامك يا أمي برضو إجابة صحيحة. أنا تعلمت. ماذا تعلمت في الدرس أيها الصغير أيتها الطفلة الصغيرة؟ للصف الثاني الابتدائي. نشاط 6، ألون الكلمات الطيبة التي استخدمتها. تفضل، استخدمت كلمة تفضل، أقوم بتلوينها. من فضلك، عندما تعتذر إلى إيه؟ تطلب من الآخرين، خدتها في الدرس. شكرا، تقدم الشكر للآخرين. مرحبا، خدناها عندما تقدم التحية. أنت رائع، طبعا إيه؟ ولون الكلمات الطيبة التي استخدمتها، طبعا هو خاص بالدرس. أنت رائع كلمة جميلة برضو، لم أستخدمها في الدرس، لم أقصد ذلك. طبعا أبنائي الأعزاء وردت في الدرس، لم أقصد ذلك عندما اعتذر مريم لصديقتها. أنا سعيد بوجودك، لا أنا آسف أو آسف، طبعا دي وردت بالدرس، آسف. كده يا ابنائي الاعزاء اكون وصلت معكم لنهايه هذا الدرس، استودعكم الله، وان شاء الله الدرس القادم سيكون اساليب وتراكيب. والاساليب والتراكيب يا ابنائي الاعزاء هي تبع دروس النحو، بس طبعا اساليب وتركيب تختلف عن النحو. النحو للاعراب والصرف، انما طبعا الاساليب والتراكيب تستخدم حاجات يا ابنائي الاعزاء هي فرع من فروع النحو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا يا ابنائي الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.